سلام، كي راكم؟ غاية لاباس؟ ان شاء الله كاع تكونوا في نعمه. وليت معكم فيديو جديد وفكره مشروع جديده. هنا عندي الحاشيه، العرض تاعها 4 سنتيم، اما الطول 25 سنتيم. ديت منها زوج قطع. غادي نحتاجو زوج تاع لي كولير من هذه الحاشيه. قلت لكم 4 سنتيم على 25 سنتيم. طويتها في النص هكاك، حددت المنتصف، القطع في زوج، حددت المنتصف هكاك فيهم. والويت جهة اليمين رديتها في الوسط، وجهة اليسار تاني رديتها في الوسط. وقدبت الإبرة والخيط وغادي نخيط خياطة راكم تشوفوا عشوائية وعادية. الجهة الثانية غادي نديرها نفس الطريقة تاع الأولى. هنا راكم تشوفوا ما قطعت الخيط ما والو، مازال راه لاصق فيه وراني باغيه نخيط الزاوجه. هنايا قدام ما خيط شفت الطول تاعها راهي كيما هي اختها ولا لا. هنا بدي نسحب الخيط كيما راه موضح، وغادي نمتن ندور داك الخيط مليح. من بعدها نقوم بالخياطه ونعقد ونقطع الزائد ولا الخيط الزائد. هنا شوفوا تحصلت على هذا البابيون، راكم تشوفوا هنايا هذا هو البابيون اللي تحصلت عليه. هنايا عندي اللون مغاير، كنت ديت فيه 23 سنتيم، ثاني ديت فيه زوج قطع. غادي هنايا نقطع هنايا زوج قطع، ثم حددت غير الطول تاعها. من بعدها غادي نزيد الاخرى ثاني تكون قدها ونقطع. دروك غادي نطويهم مع بعض بهذا الشكل. نجيب المقص ونمقص شغل مائل، خط مائل كيما هذا الشكل. شوفوا دروك غادي تاني نكويها قبل باش ما تسمسرناش الحاشيه. راكم تعرفوا غادي الحاشيه تقعد هكاك تتسمسر وما تحكمش في الخيط، كون نبغوا نخيطوها. راكم تشوفوا هذيك الجهه الطويله هي اللي بديت بها الاولى نخيط، وغادي نخيط تاني خياطه عشوائيه صاير داير عليها. لا غير هذيك الجهه الفوقانيه منا اللي راهي مقابله لاني خيط فيها ما غاديش نخيطها. دوك تشوفوا الفيديو راه يشرح في كل شيء حتى نكملها حتى الفوقه بهذا الشكل. هنايا غادي نسحب ونعاود نرد الخيط في كاع هذوك الطيات اللي كنت درتهم باش الخياطه تتمتن لنا والورده هذه ما تنحلش. غادي نزير الخياطه مليح. لاحتملتوا هذا كمشروع، ماذا بكم تشرو الوان اللي تكون هكاك تتمشى بزاف، شغل الابيض، الصومو، هادو الصوالح، الازرق بارد، هادو الصوالح الالوان اللي يجذبوا المشتري ومام يلبسوهم بزاف الاطفال. هنا غادي نقطع هذاك الخيط الزائد، تشكل عندي نصف ورده. الجهه الزاويه ثاني كنخدمها بنفس الطريقه. راكم تشوفوا هنايا دروك ولات عندي زوج. غادي نحكم تاني حاشيه واحده اخرى، اللون تبغوا ابيض تبغوا اللون الاخر. الحمد لله اللي كنت درتوه ديت فيها 20 سنتيم، هذا العرض تاعها 1 سنتيم. كويتها هكاك من الفوق وغادي ندخل هذا اللؤلؤ فيها. غادي ندير فيها 6 حبات تاع اللؤلؤ. شغل الضربه الاولى كويتها ودرتها كي المنقوص باش تدخل لي في اللؤلؤ بهذا الشكل. وغادي نعقد، غادي ندير انا 3 منا و3 منا، نعقد في هذه الجهه ومام نعقد في الجهه الاخرى باش هذاك اللؤلؤ ما يخرج. نقطع الزائد ونكوي هذاك اللي يكون واه. هنايا قطعت الزائد ونكويه هكاك باش نضمن باش ما نحليش هذيك العقده بهذا الشكل. دروك غادي نقسمه في الوسط، كشغل نطويه هكاك من الفوقه باش يكون هكاك على زوج. وندير البيستولي غادي نتحصل عليها بهذا الشكل. دروك غادي نجيب هذوك الزوج نصاص اللي كنت درتهم تاع ورده وغادي نلقيهم. هي ما غاديش تقعد ورده، كشغل غادي تجي كل بابيون بصح يكون مشرشف. هنايا انتبهوا مليح باش ديروا الوجه مع الوجه. انا كنت قريبه نغلط، قريب من اللصق في الجهه تاع الظهر تاع النصف ورده الاخرى. هنا عندي الفيزلين غادي نقي به الخدمه.
ندير ثاني شويه بيستولي ونديره ما بيناتهم، الاولى يشدهم والزوجه ندرك هذاك الخدمه تاع الخيطان وكاع. حنا غادي نقطع داك الزائد تاع الخيط بهذا الشكل. شوفوا غادي نجيب هذاك البابيون اللي كنت خدمته الاول عفوا، غادي ندير فيه هذاك الحبات اللي كنت درت فيهم الحبات تاع اللؤلؤ. من بعدها نجيب هذيك الورده اللي كنت درتها ولا بابيون زاوج كيما هكاك ولصقهم. شوفوا كيفاش تخرج. هنا تبغوا ديروا من موراه المساك ولا تبغوا ديروا منه بيه عفوا، ولا تبغوا ديروا ليستيك كما انا درت. هنايا غادي تاني كندير كولا وندير الليستيك. ديما تبعوا الكولير تاع الليستيك يكون نفسه الوان اللي راهم في البابيون. من بعد ثاني غادي نجيب قطعه من هذاك الشريط الرقيق تاني نكويه بهذه الطريقه وغادي نقي به الخدمه. شوفوا غادي ندير شويه هكاك في الفوقه الجهه الفوقانيه ونبدا نلصق. من بعدها نفوتها على هذاك اللاستيك ولا تحت هذاك اللاستيك بهذا الشكل في الوسط، ونفوتها على هذاك اللاستيك ونزير الخدمه. ماذا بكم زعما كي نديروا شحال من التليه باش يتمتن اللاستيك مع هذاك البابيون. هنايا غادي نقطع الزائد نجيب البيستولي ونلصق. نورمالمون الفيديو راه يهضر ولا راه يشرح اكثر من انا نهضر. هنا غادي نساوي هذاك البابيون مليح. عندي هادو لي زيستراس تاع البلاستيك غادي نقطع طرف تلقيهم رخيص ميط في بالي ب10,000 بصح يكون عريض. وغادي نلصق في الوسط بهذا الشكل باش يعطي جماليه اكثر. تبغوا ديروا فصاد تبغوا يعني تزيين يبقى لكم الاختيار فيه. هذا هو الشكل النهائي تاعه. شوفوا كي جا شباب مام الالوان شابين بزاف. الابيض مع بلو غلواز خرج متناسق وشباب بزاف. بالنسبه لي ثمن البيع تبيعهم هكاك زوج مع بعض كان زميل، ولا كان زدتو معاهم مساختات يعني السعر راه اعلى. مش كيما تحسبوا زعما كاين كاع السلعه تاعكم وتزيدوا حق يدكم. هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله الفيديو يكون خفيف ظريف عليكم، ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم وشرحي كان مفهوم. ما بقى لي غير نقول لكم تبقوا على خير، تهلاو في رواحكم، في امان الله، مع السلامه.